عدت إليكم من جديد وأهلا بكم في حلقة الجمعة. ولكن قبل بداية الحلقة عايزين نقول بأنه تم تغيير جديد من قبل الفيفا للفرق المشاركة لكأس العالم للأندية. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل حابب أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان. معكم محمد المصري من برنامج السيد المصري. حلقة اليوم حلقة تكون مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة، ولكن فضلا وليس أمرا قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك فوق الكومنت، تقدر تعمل اد او فولو. صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيفا يقر بداية من عام 2025 بإشراك 32 نادي في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بعد عامين، لكي يتغير نظام البطولة بإشراك 32 فريق بدل من 6 أو 7. ولكن هيتم اختيار الفرق كالآتي: من قارة أوروبا هيشارك 12 فريق، من قارة أمريكا الجنوبية هيشارك 6 فرق، قارة أفريقيا 4، آسيا 4، أمريكا الشمالية 4، أوقيانوسيا مقعد 1، والبلد المضيف مقعد 1. لكي تقام البطولة مثلها كمثل بطولة كأس العالم للمنتخبات بمشاركة 32 فريق، ولكن ليست ستقام كل عام. البطولة مش هتتلعب كل سنة، بل ستقام كل 4 أعوام، يعني زيها بالظبط زي بطولة كأس العالم الكبيرة للمنتخبات. الكلام ده هيبتدي يطبق من العام بعد القادم. ده بالنسبة لكأس العالم للأندية زي ما ذكرت، هيبقوا 32 فريق، 12 فريق من أوروبا، 6 من أمريكا الجنوبية، 4 من الشمالية، 4 من أفريقيا، و4 من آسيا، وبلد من قارة وفريق من قارة أوقيانوسيا، وفريق من البلد المضيف. علشان يكون التوتال 32 فريق هيتقسموا على 8 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 فرق، هيصعد منها أول وتاني إلى دور 16 مباشرة. الكلام ده في 2025. النادي الأهلي يقر ويستقر على تجديد للرباعي للاعب محمد هاني واللاعب ياسر إبراهيم ومحمود متولي وأيمن أشرف، بعد أن عقد جلسة معهم المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، وأصر على احتياجهم ليه في الوقت القادم، وإن لا غنى عنهم في ظل احتياج الأهلي إلى مدافع قوي بجانب محمد عبد المنعم بيلدر يقدر يبني هجمة من تحت، في ظل الإصابات المتتالية لمحمود متولي، وفي ظل أيضا تألق هذا الرباعي في الفترة الأخيرة. كل دي دلائل وعلامات خلت مارسيل كولر على اقتناع تام بأنه يجدد لهم لمدة 4 أعوام قادمة إن شاء الله. في كمان رسالة وجهها مارسيل كولر لمهاجم النادي الأهلي محمد شريف، الذي حصل على هجوم حاد من جماهير النادي الأهلي بشكل خاص بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفرصة المحققة التي أهدرها أمام نادي فلامينجو البرازيلي، بعد أن كانت المباراة تنقلب رأسا على عقب، بعد أن كان الأهلي متقدم بهدفين وكاد أن يكون الثالث، ولكن أضاع محمد شريف فرصة الهدف الثالث لتنقلب المباراة على النادي الأهلي وتنتهي المباراة بنتيجة 4-2. ولكن محمد شريف أنا زي ما ذكرت قبل كده بأنه بدايته في الأساس كانت باك ليفت، بعد كده بدأ يتطور محمد شريف ويشارك في مركز الوينج، ومن ثم بدأ في إشراكه كلاعب وكمهاجم مع الكابتن حلمي طولان، والذي بدأ الاعتماد عليه كمهاجم صريح ورسمي في معظم المباريات، لكي يشاركه المدير الفني السابق للنادي الأهلي بيتسو موسيماني في مركز رأس الحربة. ولكن احنا زي ما قلنا ان محمد شريف هو مش مهاجم صريح، ولكنه بيجيد اقتناص الأهداف. هو يعيبه طبعا شوية حاجات زي مراوغة 1 على 1 ما بيقدرش يعدي، ضربات الرأس لا يتقنها بشكل جيد، مش هقول بشكل محترف، ولكنه يتقن التسديد بكلتا القدمين. ولكن اللاعب تحمل على نفسه في الفترة الأخيرة. مارسيل كولر قال له عايزك تركز في اللي جاي، ما تلتفتش لكلام الجماهير، أنا اعتمادي عليك كبير، وبإذن الله ترجع شريف هداف الدوري وهداف أفريقيا بعون الله. دي كانت رسالة
مارسيل كولر للاعب محمد شريف. وأخيرا وليس آخرا، النادي الأهلي يستقر على المشاركة في البطولة العربية بالمسمى بتاعها المعروف عند المصريين دوري أبطال العرب، علشان الأهلي كده هيشارك زي ما قلت قبل كده، هيشارك في الدوري، في الكاس، دوري أبطال أفريقيا، هيشارك في البطولة العربية، هيشارك في دوري السوبر الأفريقي. أنا من وجهة نظري شايفه تلاحم كبير جدا في موسم واحد للنادي الأهلي، هيشارك في 5 بطولات. طبعا ده بغض النظر على إنه هيشارك في السوبر المصري، وممكن يشارك في السوبر الأفريقي حال تتويجه بدوري أبطال أفريقيا، وممكن أيضا يشارك في كأس العالم للأندية حال تتويجه أيضا بلقب دوري أبطال أفريقيا. إذا أنت هتلعب 8 بطولات في سيزون واحد، فده رقم كبير جدا هتستهلك فيه اللعيبة بدنيا، وهيحصل فيه لا قدر الله إصابات كتيرة. فأتمنى من مارسيل كولر إن يكون فيه تدوير للاعبين. يعني أي نعم النادي الأهلي مطالب بكل بطولة يدخلها يفوز بها، ولكن لازم يتم سياسة تدوير اللاعبين، ما تعتمدش على 16 لاعب في كل البطولات حتى لا يتم إصابات زي ما شفنا للأسف زي أكرم توفيق وكريم فؤاد، وعشان ما يحصلش غيابات، عشان ما يحصلش إجهاد ونبدأ نفقد اللعيبة. واليوم أيضا نادي الزمالك بيفقد نقطتين ثمينتين أمام نادي المريخ السوداني المتواضع لكي يتزايل الزمالك جدول ترتيب المجموعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وفي حال خسارته أمام نادي الترجي المباراة القادمة، رسميا الزمالك خارج بطولة دوري أبطال أفريقيا. نادي الزمالك بيمر بكبوة كبيرة، بيمر بفترة عصبية كبيرة، بيمر بسوء نتائج في الفترة الأخيرة كفريق مصري مشارك في دوري أبطال أفريقيا. طبعا ليه كل الدعم، ولكن لما يكون بيواجه الأهلي طبعا أنا هشجع فريقي. آخر خبر معايا ألا وهو المدير الفني لنادي الزمالك جيزفالدو فيريرا طلع يقول أنا ليه ما باخدش ضربات جزاء في دوري أبطال أفريقيا؟ إشمعنى باخد في الدوري المصري؟ عشان دوري أبطال أفريقيا ما فيهوش إبراهيم نور الدين، ما فيهوش محمد عادل، ما فيهوش الاحتواء، وما فيهوش روح البروتوكول اللي بتطبق لنادي الزمالك في كل مباراة. بكده بكون وصلت لنهاية الحلقة. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك في اول كومنت، تقدر تعمل اد او فولو. اشكركم والسلام عليكم، والى اللقاء في حلقة غد ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم، كل الدعم لنادينا المفضل نادي القرن، النادي الاهلي.